جبت لكم النهارده سر من أسرار محلات الكشري لعمل الطواجن، فهنعمل مع بعض النهارده طاجن مكرونة بالسجق بطريقة سهلة وبسيطة، أي حد فينا يقدر يعملها في البيت، وهاقول لك على كل التكات والتفاصيل عشان تنجح معاكِ الطاجن، ويلا بينا نبدأ بالطريقة على طول. في طاسة على النار هنحط فيها سمنة، وهننزل بنص كيلو من السجق وهنشوحه كويس، وهنشوحه كده نص تشويحة، وبعد كده هنقطعه إلى قطع صغيرة تمامًا، وهننزل عليه ببصلة متقطعة مكعبات وهنشوحها لغاية لما تدبل معاه. وبعد كده هانزل بفلفل ألوان وهنشوحها برضه لغاية لما يدبل معانا ويبقى بالشكل ده كده. وبعد كده هانزل عليهم بحبيتين طماطم مبشورين وهنشوحهم كده وهنسبكهم مع السجق وهنحط الفلفل والملح، وبكده السجق بقى جاهز معانا. تعالوا بقى نعمل الصلصة. في حلة هنحط معلقة من التوم نشوحها ونضيف عليها معلقتين من الخل، وهننزل بعصير الطماطم ومعلقة من الصلصة ونحط الملح والفلفل والكمون، وبكده الصلصة بقت جاهزة معانا. وطبعا هنعمل الطاجن بالشكل ده كده، هننزل بالسجق وبعدين المكرونة ومعلقتين من الصلصة وشوية من الماء لغاية فوق المكرونة كده بشوية، وبعد كده ندخلها الفرن لغاية لما تستوي معانا وبألف هنا.